32 يلعب بجوار ابيدال 22 قلبي دفاع، وفي اليسار يلعب اللاعب ماكسويل، ثم في وسط الملعب فوانتس رقم 26 وروبرتو سيرجي رقم 28 وتياجو الكانتارا رقم 30، ثم بعد ذلك جيفري في اليمين رقم 11 وجول وانيستا وتشافي وفيا وميسي، وضمن البدلاء بيدرو وكايتا. وهنا امنا جيفري ومرور ولكن في الشباك من خارج. اول كوره في الشوط الثاني من جانب اللاعب جيفري امامنا، هو اللي بيحاول كل لاعب يحاول يحجز مكان في دكه البدلاء على الاقل في لقاء مانشستر يونايتد. المواجهه القادمه ما بين عضلات وقوه روني ومهاره وبراعه ميسي في تلك المباراه المنتظره ان شاء الله في ملعب الخط الدوري. على هنا انطلاقه من جانب اللاعب فوجان وتسديده من فوجان والكره تطلع على خارج الملعب. هي فرصه يعني كل لاعب النهارده، يعني ما بنشوفش الكلام ده في المباريات الاعتياديه، لان النهارده المباراه بقى اخر مباراه ولقب الدوري محسوب، كل لاعب يحاول يظهر بلديه. ادي كره من اللاعب فوجان، وكان في كره بدايه الشوط الثاني من جانب اللاعب جيفري، في شيء من الهديه ومن الفرديه شويه. كان ادريانو نزل مكان ادريانو يعني البش مكان ادريانو، هدف رائع من ماريسكا. البش يلعب مكان ادريانو، التسديد الاول في الدقيقه 59. ادي هدف محقق رائع في الدقيقه 59، راسيه كانت جميله جدا الى خارج الملعب. داني البش 14 اسيست، 14 هدف صنعهم هذا اللاعب، ثالث لاعب في القائمه. تابعهم اللاعب يا مصر انطلاقه صنع فتح حلو قوي ماريسكا، ودي كره عرضيه استلام حلو قوي من جانب اللاعب خوانمي، يتركها خوانمي هنا في اللقطه الماضيه للاعب ايكوينو. فرصه كبيره جدا الحقيقه. ادي اللاعب الشاب خوانمي، هو كان استلم بشكل افضل، ولكن ايكوينو عايز يخطف الفرح، عايز هو اللي يسجل. شوف الراجل امامنا هنا، لكن هو فعلا يعني ايكوينو بوضعيه افضل في مواجهه المرمى وفي الزاويه التسديد افضل. ابراهيم افيلاي يفتح لعب حلو قوي الى جيفرين، وادي جيفرين واليزاو. جيفرين بتكعبل في رجل اللاعب جيفرين، يلعبها بعرض الملعب ولكن تطلع لخارج الملعب. يعني ماذا ينقذ برشلونه في هذه المباراه شوطها الثاني؟ جيفرين يبدو مش هيقدر يكمل. جيفرين فوجان بجواره يجلس اللاعب امامنا. مصعبت حلوه قوي افيلاي، لم نرد ولا اللقاء، لكن ممكن افيلاي يسجل. يتقدم افيلاي ولكن ويلي يلاقيها وينقذ هدف محقق من اللاعب ابراهيم افيلاي. انفراد من جانب نادي برشلونه في ظل خطا في دفاع فريق نادي ملقا. اتلعبت سريعه واتلعبت مميزه جدا. هيطلع جيفرين امامنا في هذه اللقطه، وهينزل مكانه اللاعب امامنا هو ماسكرانو. طلع جيفرين ونزل مكانه ماسكرانو. كان جيفرين 27 مباراه قادم من ليفربول. افيلاي يسدد، نزل مكان اللاعب جيفرين امامنا انفراد. لعبته حلو قوي في العمق، لكن خروج الحارس ويلي كابايرو الارجنتيني بقى كده. ويلي كابايرو انفراد، ولكن شوف الحارس، شوف عينه فين، شوف الايد اليمنى لحارس مرمى مميز الحقيقه، وانقاذ رائع. نزل ساندرو سيلفا مكان ايكوينو، ونزل بورتيو مكان اللاعب دودا، وادي امامنا اللاعب اليزاو يلعب على طول راسيه هنا خطيره الكره، لكن تطلع الى خارج الملعب. اول كره لفرانشيسكو بورتيو اللاعب الشافعي. لا والله ده اخواني عفوا، الاثنين بقى صغير ده اخواني 18 سنه. اخواني ده اصغر، عنده 4 اهداف راس حربه مميز، وان كان طبعا غاب عن الاربع اللي بحاوله. استلام هنا من جانب اللاعب اللي بيعدي افيلاي، يسدد كره حلوه ادي امامنا افيلاي يسجل اول اهدافه في طبعا مرمى فريق ملقا، واول اهدافه بالوان فريق نادي برشلونه الهولندي المغربي الاصل. افيلاي يسجل في الدقيقه 76 عشان يحقق الانتصار لفريق نادي برشلونه في مرمى الحارس ويلي اللي انقذ انفراد في الدقيقه 67، لكن الدقيقه 76 بتعلن عن هدف لصالح اللاعب ابراهيم افيلاي. اول اهدافه في الليغا الاسبانيه افيلاي مع فريق نادي طبعا برشلونه. شوف الكوره وملعوبه والتحرك افيلاي مع نزول بيدرو، مع وجود ماسكيرانو في وسط الملعب. الامور طبعا اكيد تختلف، لان برشلونه لعب بتشكيله شابه. ادي افيلاي يسجل هدف جميل الحقيقه في مرمى الحارس، وادي سعادته وفرحته باول اهدافه
في اطار طبعا الليجا الاسبانيه مع كوانمي رقم 26 لاعب الشاب. كوانمي عدى جميل جدا، كوانمي يعني المرحله يلعب كره ارضيه خطيره لكن يطلع على طول تغطيه مثاليه وتسديده، ولكن كره تطلع الى خارج الملعب ومحاوله كانت من جانب اللاعب فرانشيسكو بورتيو امامنا اللي ضيع فرصه كبيره قوي في هذه اللحظه. هذه حارس المرمى بورتيو كاد ان يعادل فيها. انت بتشوف كوانمي لاعبين كلهم صغار في السن. بيليجريني بقى بعد ما ضمن البقاء يدفع بلاعبين شبان، وادي امامنا هنا اللقطه من جانب اللاعب فرانشيسكو بورتيو. فرانشيسكو بورتيو امامنا يسدد كوره 7 مباريات كاساسي، 9 مباريات كلاعب بديل، سجل بالكاس مره في هذه اللقطه. شوف كله خايف من فوجان. فوجان يبحث عن المساحه، فوجان يعدي، فوجان يا سلام يا ويلي، يا سلام يا ويلي، يا سلام يا ويلي حارس المرمى ويلي كابايرو. وادي امامنا اللاعب فوجان يؤكد انه لاعب يستحق ان يكون ضمن اللاعبين الاساسيين. فوجان نشط كثيرا. الشوط الثاني فوجان امامنا عادل النتيجه لما سجل ركله جزاء وتسبب ركله جزاء في الدقيقه 44، وكان طبعا تقدم في نادي ملقا لكن افيلاي سجل الفوز حتى هذه اللحظه 76 وفرصه رائعه بركنيه، هي ركنيه وضربه راسيه. يسجل امامنا مارك بارترا، امامنا مارك بارترا في هذه اللقطه. هو بيكيه الجديد، مارك بارترا هو اللاعب بيكيه الجديد، يسجل بضربه راسيه. برشلونه يلعب من اجل المتعه، يلعب بكل يعني ما لديه من لاعبين شبان، ولكن هنا بروح البروجرانا، بروح الفريق اللي يملك الحقيقه الامكانيات ويملك الزاد البشري ويملك اكاديميه رائعه. وادي امامنا ارناو، يعني اكيد سعيد انه ما نزلش. ادي امامنا اللاعب الشاب مارك بارترا امامنا ينجح في احراز هدف الثالث يا على الضربه الراسيه داني ألفيش. وادي مارك بارترا، شوف امامنا هنا، شوف الرؤيه، شوف المدرب. هو اخطا النهارده مارك بارترا في هدف اللقاء الوحيد لملقا، لكن هنا امامنا يسجل في هذه اللقطه الاسماء وعنده لاعبين شبان يملكوا امكانيات كبيره. وهنا بقى يعلن حكم اللقاء كلاس جامس عن نهايه هذا الموسم لنادي برشلونه في اطار الدوري برصيد النقاط 96 نقطه امام ملقا اللي تجاوز رصيده على 46 نقطه، لكن ضمن البقاء في هذا الموسم صاحب مركز 9 نادي ملقا. تقدم سباستيان فرنانديز في 32 ثم عادل فوجان من ركله جزاء لبرشلونه في الدقيقه 44 ثم افيلاي في الدقيقه 76. بيرترا هدف التاكيد التفوق في الدقيقه 85 ضربه راسيه. هي نهايه الموسم ونهايه سعيده لملقا، والحارس امامنا هو ارناو يعني يودع فريق نادي ملقا وعناق مع الحارس بينتو في هذه اللحظات. هي لحظات سعادة البقاء لملقا وسعادة نهاية المشوار للحارس أرناو وسعادة برشلونة بالانتصار 3-1 قبل المواجهة المرتقبة المنتظرة أمام فريق نادي مانشستر يونايتد بطل الدوري الإنجليزي في نهائي تشامبيونز ليج 28 مايو إن شاء الله. تغطية خاصة انطلاقا من يوم الاثنين 23 مايو حتى المباراة النهائية، وحتى أيضا يوم 29 مايو أيضا ستكون تغطية مميزة لنهائي تشامبيونز ليج. ملقا يبقى في الدوري الإسباني وبرشلونة يظل بطلا للعام الثالث على التوالي بكل الأرقام بكل المقاييس. برشلونة بطلا لأنه يستحق ذلك، وبالفعل اليوم يعني ناشئي برشلونة ولاعبي برشلونة الشبان أكدوا بأن المستقبل مستقبل باهر، ليس فقط 3 مواسم متتالية في لقب الدوري ولا الوصول لنهائي الشامبيونز ليج ولا أيضا بإحراز لقب الشامبيونز ليج من قبل 2009، لكن المستقبل موجود لأن هناك لاعبين قادرين على المواصلة وعلى الاستمرار. نادي ملقا يودع الجماهير بعد هذا الموسم، أرناو يودع أيضا الجماهير، والفوز لبرشلونة 3-1 على ملقا في ختام المشوار من أجل الألقاب والبطولات. لكن يبقى معنا الدوري الإسباني. طال الله عمركم وأمد في أعمار كل من يعني يحبنا ويحب الدوري الإسباني. سعادة حضراتكم وإلى اللقاء في الدوري الإسباني في العام القادم إن شاء الله.